بائع الخبز الذي لا يبتسم. بهذا المشهد احنا امام شخصية هي تبدو للوهلة الاولى عادية، لكن لو دققنا راح نلاحظ تفاصيل صغيرة تكشف الكثير. البائع يتلقى طلب الزبون، لكن ردوده كانت سريعة جدا، بدون تردد، بدون تفكير ظاهر. هذه السرعة غالبا تعكس نمط تفكير مباشر، لكن بنفس الوقت ممكن يشير لتفاعل محدود أو رغبة بإنهاء الحوار بسرعة. لما الزبون سأل عن اسمه كانت الإجابة بشكل سريع وفوري: كريم. ولما سأل عن مدينته، هنا المفاجأة كانت، قال نفس المدينة اللي كان الزبون أصلا هو مسقط رأسه، علما أنه هم الاثنين الآن في محافظة بعيدة. لكن نلاحظ لا ابتسامة، لا ترحيب، ولا حتى تغيير بنبرة الصوت. هذا النوع من الاستجابات يعكس أحد احتمالين: إما شخصية عملية جدا، أو شخصية منخفضة التعبير العاطفي. فإذا لاحظنا الحواجب قصيرة خفيفة فهي تعطي انطباع بصعوبة بالانخراط الاجتماعي، أما الجبهة الضيقة غالبا ترتبط بأسلوب تفكير مباشر أكثر من كونه تحليلي عميق. أيضا العيون الباهتة مع نظرة غير مستقرة قد تعكس تعب وقلق أو حذر داخلي. أيضا نلاحظ الوجه العظمي، الفم الصغير، فهو انتقائي بالكلام وقلة بالإفصاح. أما الذقن المتراجع فهو يشير إلى تجنب المواجهة أو سرعة بالانسحاب. لذلك نلاحظ أن لغة الجسد هنا كان بها نوع من الانكماش والجمود، وحركة محدودة جدا، وكأن الشخص بحالة دفاع أو تحفظ مستمر. إذن إحنا أمام شخصية تميل إلى التحفظ، سريعة بالرد، قليلة بالتعبير، وقد تكون حذرة أو غير مرتاحة اجتماعيا. لكن المهم جدا أن نعرف هذه هي قراءة سلوكية وليست حكم نهائي على الشخصية.